بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اليوم باش نوريكم وصفة الغريبة اللي هي سهلة وممتون بنينة. عنا كيلو حمص مرحي، رطل فارينة ورطل سكر محور، وعنا 200 ملي كيك 150 ملي زيت ورطل الزبدة ذايبة. ديما ما نسويش في الحلو رشة الملح. خلطوا المكونات الكل جافة بعد ما غربلناهم، خلطوهم بالكدا يدخلوا في بعضهم مليح مليح كما تراو في الفيديو. وبعديك باش نبقاو نبسسوهم، نحط معاه الزبدة والزيت، وديما ما نسوش رشة الملح. الزبدة تبدا ذايبة وماهيش سخونة، تبدا باهية. ونبداو نخلطو في الغريبة متاعنا او الحمصية، ندخلو مكونات مليح 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 مع بعضها، ويلزمها تتبس بالكدا بين يدينا. بعد لهنا باش نعملوها تثبيطة صغيرة، هذيك باهية باش تطرى الغريبة متاعنا، تطرى باش كي نرحوها تتعدى بسهولة في الماكينة. نعملها ضربات كيك بكفوف يدينا كما تراو في الفيديو، تشوفوها حتى تلاحظوا حلي هي تتبدل تولي محلاها رطبة، تبدا تلمع العجينة. تو نتعداو نرحيوها في الماكينة متاع البشكوتو كيف ما تراو في الفيديو. نرحوها مرتين ثلاثة، راهو على قد ما ترحوها على قد ما تعطيكم الطول، على قد ما تولي العجينة سوبر. نخليو البات ترتاح شويه ومن بعد نحلوها اونتر دو بابيي متاع كويسون. تو تلقوها اللي ارتاحت وماشي معاكم زبده ما شاء الله، ديجا جات تهبل. وما نحلوهاش رهيفه برشا، مش كيما الصابلي، لازم تكون على العلو باهي، تبدا عالي هكا وفاخر الكعبه عاطيه منظر موهر الكعبه. بالنسبه للطابع زاد كيف كيف كيما الصابلي موجود الوان واشكال، تختاروا اللون النوع اللي تحبوا عليه وتقصوا كعبتكم كوس سوا طابع كبير ولا صغير. هنا الطريقه كي تحطوها في الكاساتات نتاع الغرايبه هذوك، نحطوه الكعبه في الكاساتات، نحطوها التيب في الكاس نتاعها هاكا كيما تراو في الفيديو. نحطوا شوفوا محلاها جات تهبل ما شاء الله، والبنه والريحه الحمص قديتو وحدي في الدار راهو ريحه وبنه ما نحكيلكمش. شفتوا كيفاش كتحطوها هكاكا والتيب في الكاس نتاعها تجيكم روعه، لا تتفتفت ولا حتى شيء. نكملوها هكاكا بالطابع، نقصوا ونحطوا في الطبق، ونكونوا محضرين الفور متاعنا. الحراره متاعها ما تخرجش برشا سخانه، 160 هكاكا، مدة هكاكا ربع ساعه زاده ما تفوتش. وديما نسيسو كي نخرجوها خاطر نعرفوها سوبر برشا عجينه الغريبه. فوالا لهنا الريزولتا راهي ما شاء الله جات بنه وريحه ما نحكيلكمش. ان شاء الله تجربوها وتكتشفوا وحدكم البنه. توصلنا لنهاية الفيديو متاعنا، نقولكم الى اللقاء، شهية طيبة وعيدكم مبروك. ما تنسوش الجماد والسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.